تخيل نفسك في لحظة انهيار، كل الطرق مسدودة، كل الحلول انتهت والناس خذلوك، الدنيا قفلت في وشك حرفيا، وجواك صوت بيقولك ربنا مش هيسيبني. بس في نفس اللحظة قلبك بيرجف والخوف مسيطر عليك والدماغ بتصرخ طب ازاي؟ فين الفرج؟ ليه ساعات بنكون متأكدين ان ربنا معانا بس برضه بنحس بالخوف؟ ليه وعود ربنا مش بتطمن قلوبنا بالشكل اللي المفروض يحصل؟ هل المشكلة فينا ولا في طريقة فهمنا للوعود الإلهية؟ الخوف مش حاجة غريبة، كلنا بنحس بيه، بس السؤال هل هو علامة على ضعف الإيمان؟ خليني أحكي لك عن شخص عاش التجربة دي حرفيا، وإزاي ثقته في الله كانت مفتاح النجاة. كان في رجل أعمال ناجح بيخطط لمستقبله بكل ثقة، كان عنده بيزنس ناجح وحياته مستقرة، بس فجأة كل حاجة انهارت. خسر شركته بسبب أزمة مالية واتراكمت عليه الديون، وكمان صحته بدأت تتدهور بسبب الضغط العصبي. في لحظة واحدة كل الأبواب اتقفلت في وشه، كان ممكن يتجنن، حياته اتدمرت حرفيا، لكنه كان بيقول لنفسه كل يوم أنا مش لوحدي، ربنا وعدني بالفرج. المشكلة إن عقله مش قادر يصدق ده 100%. كان بيحس إنه بيقول الكلام ده لكنه في أعماقه خايف. مرت شهور وحياته بدأت تتحسن، جاله مشروع جديد بشكل غير متوقع، الديون بدأت تتسد وصحته رجعت أحسن من الأول. اللي حصل هنا مش مجرد أزمة وعدت، دي كانت لحظة فارقة. مشكلته ما كانتش في الإيمان نفسه، الفكرة كلها إنه كان بيواجه الصراع اللي كلنا بنمر بيه. إزاي نطمن بالوعد الإلهي حتى لو الواقع بيقول عكس كده؟ إزاي نثق في حاجة مش شايفينها؟ الخوف مش دليل ضعف إيمان، لكنه جزء من طريقة تفكيرنا. عندك في مخك في حاجة اسمها اللوزة الدماغية، وهي المسؤولة عن الشعور بالخوف. اللوزة دي دورها انها تحذرك من الخطر، مش تخليك تعيش فيه. بس لما بتواجه موقف مجهول، عقلك بيبدأ يضخم المخاوف ويخليك تعيش أسوأ سيناريو ممكن حتى لو ملوش وجود. هديك مثال، لما بتكون عايز تعمل حاجة بس خايف تفشل، مخك بيخليك تحس انك بالفعل هتفشل رغم ان لسه مفيش حاجة حصلت. هتفشل. نفس الفكرة بتحصل لما نخاف رغم وجود وعود ربنا، بنبدأ نشوف أسوأ الاحتمالات بدل ما نشوف الحماية الإلهية. وده السبب إن بعض الناس بيخافوا رغم إن عندهم إيمان، لأن المشكلة مش في الوعود يا جميل، المشكلة في كيفية تعاملنا معاها. أنا عايزك تتخيل المشهد ده معايا. سيدنا موسى عليه السلام واقف قدام البحر، ووراه جيش فرعون، وقدامه طريق مسدود، والناس اللي معاه بدأت تنهار. في اللحظة دي بني إسرائيل قالوا إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، احنا خلاص هلكنا. لكن رد سيدنا موسى عليه السلام كان مفاجئ، قال بكل ثقة كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وفي لحظة الطريق اتفتح، البحر نفسه انشق. وده درس عظيم، ان الطمأنينة بتيجي قبل الفرج مش بعده. وأدهم الشرقاوي بيقول ان المشكلة مش في الوعود، المشكلة في قلوبنا اللي مش قادرة تستوعب حجمه. طيب ازاي نعيش الوعد يا جميل بدل ما نقراه بس؟ اعرف ان الخوف مش دليل على ضعف الايمان، لكنه جزء من آلية البقاء في عقلنا.
بدل ما تسأل ازاي هتحصل المعجزة، ركز على مين اللي وعدك بيها. لما تخاف ارجع لقصص الانبياء وشوف ازاي كانوا بيواجهوا المواقف المستحيلة. زي ما قال رب العزة: هي احسن القصص. الموضوع مش انك ما تخافش، الموضوع انك ما تسمحش للخوف انه يتحكم في قراراتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الفرج بيجي، بس محتاج تصدق الوعد بجد. بعد ما فهمنا ازاي نواجه الخوف، السؤال اللي جاي اخطر: ليه في ناس بتقدر تتغير للأفضل وناس بتفضل في نفس مكانها طول عمرها؟ ودلوقتي خليني اقول لك: اعمل سبسكرايب، اشترك في القناة لو مهتم بالمحتوى، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تسيب لي لايك وسيب لي تعليق بموقف الدنيا فيه قفلت في وشك وكان عندك ثقة ان ربنا هيخرجك منها وفعلا اتحلت بطريقة ولا على البال ولا على الخاطر. سيب لي كومنت. السلام عليكم.